هو انا كده كده مصدق ان في مؤامره كونيه علينا، بس اللي مش مصدقه ان هم يعملوها برنامج على اليوتيوب، برنامج ذا بلايند ديت شو. هو ايه ده؟ برنامج غريب فشخ. دي تاني حلقه بعملها عليه، وهيبقى في حلقه كمان هعملها عليه من كتر ما هو برنامج غريب. ليه؟ لان انا بتفرج عليه وانا حاسس ان انا مش مرتاح كده، لان الحظ كل مره بيخليني اتفرج عليه بالمنظر ده. مش عارف بجد ليه كل مره بتصادف ان انا بتفرج عليه وانا قاعد بفنان الحمالات، وبرضه كل مره ببقى بشرب كوبايه الشاي اللي بحبس بيها بعد الكشري اللي كلته. بس عارف ليه ده بيحصل؟ عشان الصدفه مثلا لا او الف لا، بيحصل عشان كل مره وانا بتفرج عليهم احس بالفقر وانا قاعد بتفرج عليهم بفنان الحمالات اللي جايبها من عند الافريقي. ممنوعات يا صاحبي الفاجر، وهم لابسين بدل وفساتين مترصعه الماس من عند اسلام سعد بتاع التيك توك اللي معرفش اتشهر فجاه. هم بياكلوا اكل كله بالانجليزي وانا باكل كشري، ما طبيعي احس بالفقر. فقر المال، فقر الفلوس، فقر الدولارات، فقر الملابس، فقر الشخصيه، فقر الدم، ده حتى العمود الفقري بيوجعني من القعده دي. الاكل اول حاجه. انا امي لو شافت الاكل اللي هم بياكلوه ده هتفكرهم ناس عيانه عندهم انيميا. يا جماعه انا امي مقتنعه ان السبانخ حلوه بجد. انتوا متخيلين الموقف اللي انا فيه؟ مره كل اسبوعين على الاقل باكل سبانخ. وانا صغير كانت بتضحك عليا وبتقنعني ان انا لو كلت سبانخ هبقى شبه باباي. بعدين اكتشفت ان باباي اصلا ده شكله مريض نفسي، ما هو كل يوم بياكل سبانخ. انا بجد نفسي اشوف مكرونه وبانيه، رز وملوخيه. انا دماغي بقت تسرح بجد لدرجه ان انا اتخيل منظرهم وهم بيعملوا الاكل ده بيبقى عامل ازاي. تعال هوريك. عندنا ايه لوريتا، ممكن نديهم اللوريتا على ان هي اي مشروب. عندنا ايه تاني؟ بسله. احنا ممكن نحط البسله على لوليتا ونقول لهم ان دي بوبا، او لا نحط العنب ده، في عنب اهو نحطه ونقول على ان هو بوبا. عندنا ايه تاني؟ ايه ده؟ جوافه بايظه، عايزين نبقى نديها لامي تعملها عصير ونديها لهم برضو في الحلقه. في رقاق من السنه اللي فاتت. في اكله صينيه كده شبه الرقاق، نبقى نقول لهم اسمها بالصيني على الصينيه رقاق. عندنا ايه تاني؟ عندنا تكسير، سبانخ. ايه رايك؟ اهو ده غالبا اللي بيحصل يعني. معرفش انا ليه حاسس كده. طبعا كلكم عارفين ان انا عندي مشكله مع الفيمينست والفيمينيزم واي حاجه فيها ليها علاقه بالبنات. انا عندي مشكله معاها، ولو غيرت رايي ده وبقيت منحاز للفيمينست اعرفوا ان انا متهدد من جهات عليا. طبعا حياتي اهم بكتير من رايي اصلا. المهم انا عندي مشكله مع الفيمينست وما عنديش مشكله مع البنات، لان اخر فتره البنات كلها بطلت تكلمني، مش عارف شكوا في ميولي او ايه من كتر ما انا عمال اشتم فيهم. المهم بما اني عندي مشاكل مع الفيمينست فطبيعي يبقى عندي مشاكل مع بنات البرنامج ده، لان هم بجد اخطر من الفيمينست. هي الفيمينست عايزه ايه؟ عايزه تتساوى بالراجل في الشغل، انما بنات بتوع ذا بلايند ديت عايزين يقهروا الرجل، يقضوا عليه، ينتهكوا عرضه، يغتصبوا صوابع رجليه. يعني بص بالله عليك، بصوا البت بتقول ايه، بصوا البت بتقول ايه. مش موافقه مثلا ان انت يكون عندك صحاب بنات بس انا يكون عندي صحاب ولاد عادي. مش عارف يعني انت لو قريبه ومعاكي سيديهات عليه عرفيني بجد. انا مش هجيب سيره الراجل ده تاني عشان ما يحبسنيش. انا متاكد انهم لو كملوا مع بعض هتقعدوا يغسل لها رجلها في ميه سخنه ويدعكها، وهتطفي السجاير تحت باطه وتلسعه في فخاده، حاجات كده. احنا بنطالب بالعدل، احنا رايحين في 60 داهيه. الراجل خايف يقول رايه وعمال يتلجلج في الكلام وعايز يبقى محايد. اوعى تنسى في يوم من الايام ان دول اللي انت شايفهم دول كلهم كانوا بيتباعوا 3 ب10 في سوق عكاظ. 3 ب10 يعني الواحده ملهاش سعر، متعرفش الواحده بكام، والزياده كانوا بيدفنوه. خلصنا منهم. يعني اتحجب مثلا؟ لا مش لدرجه حجاب، مش لازم يبقى اللبس ريفيلنج، احنا عايشين في مصر. بس انا عاذر الرجاله دول كلهم بجد، انا عاذرهم ما عدا 2 عشان حاسس ان هم متهددين من جهات عليا، عشان ممكن في يوم من الايام ابقى مكانهم ويعرفوا ان انا لو بقيت محايد في الغلط ان انا متهدد من جهات عليا تاني. وحياتي اهم بكتير من شويه افكار برجوازيه، حياتي اهم بكتير من شويه كلام اصلا وشويه افكار. بص البت وهي بتقول تنزلي تشربي الشيشه على قهوه مع لا برضه. انا عادي ممكن. انت معلمه ولا ايه؟ عادي يعني. هتصاري تشيشي فين؟ في مصر الجديد في ميدان الحجاز. انا مشكلتي ان هي هتشيش في ميدان الحجاز. اسمعنا ميدان الحجاز يعني انا نفسي اشوفها وهي مروحه من قهوه بلدي في ميدان الحجاز الساعه 4 الفجر
ويطلع عليه احمد درويله يسحب لها بشله من بقه ونشوف ساعتها الحوار ده. بالمناسبه شاوت اوت لاحمد درويله عشان كل يوم وانا مروح بالليل بيحب يشيك على محفظتي يشوف فيها كام، بس هي على طول فاضيه. اول ما بيلاقيها فاضيه بيروحني البيت جري طبعا عشان الرياضه وهو بيخاف عليا. حبيبي يا ابو حميد احلى تحيه. المهم قعدت اكمل الحلقه الغريبه دي، ببص لقيت البنت جايبه معاها مامتها ومامتها قعدت تروش على الواد. عمر مفيش طلوع ونزول مع بنات خالص، الكلام ده مش مظبوط اصلا. بالمناسبه مامتها دي تدخل ميس ايجيبت مرتاح. طنط انت كيوت والله بس مش نوعي المفضل. لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن تحت. امها قاعده متفهمه وقاعده تتناقش مع الواد وتتكلم معاه ويتفقوا هيعملوا ايه بعد كده في السهر وبتاع. وانا امي لما عرفت ان انا بكلم واحده صاحبتي في الكليه باخد منها المحاضرات فشختني. ومش امي بس، ده ام البنت اللي كنت مصاحبها ما قفشت بنتها بتكلمني، اتصلت بيا فشختني في افكاري ومسحت بكرامتي الارض وقالت لي لو شفتك في شارع هطلع 3 من امك وهطلع امك وهفشخك في افكارك كلها. خلتني ما اعديش من شوارع كتير عشان ما اقابلهاش. هي حرفيا عملت لي بلوك من الشوارع، عملت لي بلوك من الشارع، ما تقدرش تعدي من هنا. كل ده يعني انا وبنتها اصحاب بس، ما لو كنت مرتبط بيها طنط كنت عملت فيها ايه؟ بجد دي جابت لي تروما انا حاليا بتعالج منها. ودي قاعده تتناقش معايا تقول له لا مفيش سهر ومفيش مش عارف ايه وهتعيشوا فين وهتعملوا التكييف على كام. فعلا الستات بتوع ايجيبت متفتحين، الناس كلها متفتحه في ايجيبت وهدومهم متفتحه وكل حاجه عندهم متفتحه. المهم الحلقه خلصت على خير وكملوا مع بعض وعملوا الاثنين يس. وما اعرفش ليه انا بفرح اما اتنين يعملوا يس، بحس ان انا جمعت راسين في الحلقه. حلال استغفر الله العظيم يا رب. حلال ايه؟ حلال ايه؟ المهم دخلت حلقه تانية لقيت القمر دي ولقيت الراجل ده لا قاعد لقيته. المهم الراجل ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول انا مش عايز مراتي تبقى رقاصه. تاني شغلانه انه تبقى رقاصه هتبقى صعب. المهم القمر اللي معاه طلعت رقاصه بلدي وعلى 1.5. انا عندي ليك خبر، انا بشتغل رقاصه بلدي. الحقيقه انا ما اعرفش الفرق ما بين انواع الرقص، بس عامه الرقص كله حلو ما عدا الرقص اللي بترقصه زوبه اللي هو الهيب هوب دانس. بحس ان اي حد واخد طرفين، واحد ارضي واحد كهرباء، هيرقص الرقصه دي سهله يعني. شيء بديهي ان انت ما بتحبش الرقصات وطلعت اللي انت قاعد معاها رقاصه تقوم وما تكملش الحلقه. ده قاعد يكمل الحلقه ويشكر لها في الرقص ويقول لها ده فن وانا بدعم الفن. الرقص ده فن زي اي فن تاني. على مش عيني انت في وعلى الاول راسي. كنت يعني قاعد أنا قلت لك بتقول لي بحب الرقص، ما فنانه اختلفناش. تشكيليه. مش بقول لكم في تهديد من جهات عليا، الموضوع مش زي ما انتم متخيلين، مش سطحي قوي كده، موضوع عميق. اموت واعرف انت عايز تثبت ايه، لان هو بعدها بشويه عايز يقول رايه وعايز يغيره ويقول لها انا مش بدعم الفن، بس هو خايف. انا وانت نتفرج لكن الناس يعني انت فاهمه انا عايز اقول ايه؟ لا انا عايزه افهم، يعني انت قصدك ان انت ما عندكش مشكله ان انا ارقص لك انت شخصيا، بس عندك مشكله ان انا اعرض فني للجمهور بتاعي؟ الى حد ما. بص بعدها بيتكلموا عادي، راح جه عمل ايه؟ طلع هارمونيكا وقعد يعزف. جاهزه؟ مفيش شكرا، مفيش تسقيفه، مفيش اي حاجه. اموت واعرف انت بتحاول تثبت ايه. 10 ثواني من العشوائيه، انا مش عارف انا فين. بص حتى منظر البنت مستغربه ازاي. بنت ايه؟ القمر مستغربه ازاي. قعدوا يكملوا كلام ورا الشت مطلعه ايه جيل رقصات. لا دول بروفيشنال، هم بيرقصوا فعلا بجد؟ ايوه انا مطلعه جيل راقصات مصريات دلوقتي بيرقصوا، فانا هجيبهم في فرحي. دي حاجه كويسه عامه. وانت كده ايه اللي انا بقوله ده؟ هي المشروع ناقصه قتله يعني مطلعه جيل. انا والله العظيم احنا في النهايات احنا خلاص هننتهي قريب. المهم الحلقه بتاعتهم خلصت، ولو ناسين هو في الاول قال انا راجل شرقي ومش عايز مراتي تبقى رقاصه. تاني شغلانه انه تبقى رقاصه هتبقى صعب. فشيء بديهي يعني في الاخر يقول ايه؟ برافو عليك. المفروض يقول يس. لا والله العظيم بجد هو قال يس وهي اللي قالت نو. بص حتى هي مستغربه ان هو قال يس، قالت انا متوقعتش كده. ما كنتش متوقعه انه هيبقى ياس برضو. فاموت واعرف انت بتحاول تثبت ايه. انا بدي اعرف. بس طبعا انا افتكرت ان مفيش راجل تقريبا في البرنامج كله قال نو لبنت، عشان الرجاله عمرها ما تجرح مشاعر انثى. سقفولي. في حاجه بجد مش عارف انا ملاحظها لوحدي ولا ايه، ان الناس اللي بتطلع في البرنامج ده بعديها بفتره بشوفهم مسلسلات كتير فشخ.
يعني ببتدي بقى اشوفهم، ببتدي يتشهروا ومش عارف ايه اللي بيحصل بجد. المهم ان في حلقه رانيا يوسف، طبعا دي اغرب حلقه انا شفتها في البرنامج ده، بس ما اتكلمتش عليها عشان اعمل حلقه عليها لوحديها. اكل العيش مر. بس كده. اعملوا اشتراك في القناه، و اعملوا لي لايك، وتابعوني على الانستا، وتابعوني على تويتر، وتابعوني على الواتساب، وتابعوني على الفيسبوك، وتابعوني في البيت، وتابعوني في العربيه. وبس في رعايه الله. اشوفكم الاسبوع الجاي.